إلا قلت لك إحساسك بالفشل هو مجرد وهم، انسى وهم راسك بيه. ماشي حيت انت ما شاء الله قطعتي الواد ونشفوا رجليك وحققتي قاع ديك لا ليست اللي انت كتبتي لراسك في الأول تاع العام، ولكن حيت انت خديتي واحد الفكرة وتبنيتيها وتيقتيها بلا ما ترد البال. كل عام بداية كل عام شهر واحد أو لا قبل شهر واحد بواحد 10 أيام نتا والاجتهاد ديالك، كلنا كنجيو واحد البورد كنكتبو فيها الوش ليست ديالنا أو لا معرفت شنو كيسميوها صراحة، يعني كنكتبو فيها الأهداف كامل اللي حنا باغيين نحققوهم في one year. في الحقيقة ماشي عيب، شي حاجة مزيانة هادي، ولكن هاديك لا ليست كنسدو عليها كنحطوها فواحد الكورنر كنرميوها وكنتفكروها إمتى، أوغست بحالي، ولا كل واحد وإمتى الذاكرة ديالو كتعقل أنه دار شي حاجة في الأول تاع العام. هاد يومين فتحت هاديك لا ليست المركونة، الصراحة شحال حققت منها؟ حتى شي حاجة. لا تنسى أنني حققت منها هدف واحد من هاديك لا ليست الطويلة العريضة. أول إحساس جاني تخلعت، فعلا كي تخلعت نتومايا، تخلعت حسيت أنني معطلة بزاف وجاني واحد الإحساس ديال الخوف، خوف من أنني أنا معطلة، العام قرب يسالي وأنا معطلة بقا ما درت حتى شي حاجة. هنا وقفت قلت علاش أنا جاني هاد الإحساس، علاش أنا كنحس أنني معطلة مقارنة مع شكون؟ واش مقارنة مع واحد النسخة أنا حطيتها لراسي فاش كتبت دوك الأهداف كنت حاطاهم لواحد النسخة مني، ولا معطلة حيت أنا حطيت واحد كيسميوه التايم لاين أولا الجدول الزمني غادي نمشي عليه هاد العام، فأنا معطلة استنادا لهذاك الجدول الزمني اللي أنا اخترعته من دماغي، فأنا معطلة علاش؟ هادشي كيف العادة يعني كشازم ما كاينش إحساس كيدوز هكاك، خاص ضروري علاش وكيفاش ولماذا. نت نقلب علاش أنا جاني هاد الإحساس، لقيت أن الباحثين في داكشي ديال الأهداف وديال التطوير وديال التخطيط قالوا واحد الحاجة على كيفاش سموها البلانينغ فالنسي، اللي هو نقولوا حنايا مغالطة ديال التخطيط الغلط. المهم ما تديوش على هاد الزغيبات والله ما بغاوش يهبطوا ليا anyways. هاد الباحثين شنو قالوا لنا على هاد البلانينغ فالنسي؟ قالوا لك ان البشر عندهم واحد العاده غريبه عجيبه. هاد العاده ديال اننا فاش كنخططوا للمستقبل اولا فاش كنحطوا الاهداف ديالنا المستقبليه كنعتبروا في المخيخ ديالنا ان حنايا هذاك المستقبل غادي يكون سلس سهل، ما فيه حتى شي عراقيل، ما فيه حتى شي صعوبات، ما غادي نمرضوا، ما غادي نحزنوا، ما غادي يحصل لنا شي دروب في حياتنا. كنحسبوا ان اوكي هذاك الهدف العام الجاي غادي يكون تحقق، استنادا لماذا غادي يكون تحقق الله اعلم. وهنا طبعا كنحس باحساس بالفشل لان حنا كنا نكونوا معتبرين ان المستقبل سلس سهل وان الحياه غادي تعاوننا باش نجري وننجزوا هذوك الاهداف، ولكن الحقيقه والواقع ليس كذلك. الحياه كدوس علينا بيداس علينا باش نحققوا ديك الاهداف، وهنا سيوقع المشكل اننا كنحس اننا معطلين او اننا حنا فاشلين او فشلنا باش نحققوا هذيك لا ليست اللي حنا كتبناها امتى في الاول العام. مشكلتنا أننا كنقيسو النجاح بعدد الأهداف اللي حنا حققناها، ولكن الحقيقة أن النجاح الحقيقي هو شنو درتي اليوم باش توصل باش تبدل حياتك، لا تساي باش تبدل حياتك، حيت النجاح يعني هو كلمة كتختلف. قرار خديتيه اليوم، خطوة مشيتيها اليوم، واحد العادة بديتي كتكررها كل يوم باش تبدل حياتك، هذا هو مقياس النجاح. داكشي علاش اليوم اختي ولا خويا فاش تفتح هذيك لا ليست اللي انت كتبتي في الاول العام ما تسولش راسك شحال باقي ليا من هدف ما حققتوش هذا العام، حيت غتلقى معظمهم تقريبا باقي ما تحققوش، ولكن سول راسك سؤال اصعب، واش انا كنقيس النجاح ديالي هذا العام بتوقيت ولا كنقيس النجاح ديالي بالتقدم اللي انا كل نهار كنديرو؟ فهمتي ولا نعاود من الاول؟ ايوا الا كنتي كتقيس احلامك والاهداف ديالك بالتوقيت غتشدك لالا عيشه، حيت اكبر كذبه متيقينها هو ان الاحلام والاهداف لها توقيت. راه الناس في 70 عام
ويعاودوا أحلامهم من الأول وأهدافهم ويحققوها.